السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل، يوم جميل والسما حلوه اهي. تعالى اوريك عربيه حلوه قوي قوي. لو كانت موجوده فعلا فعلا، يعني التوكيل جاب العربيه دي، بس جابها بكميات قليله جدا، بس مستني الناس تدخل بس. معلش انا عارف ان الميعاد بايخ، والناس يا اما اللي في شغله يا اما اللي بيروح دلوقتي، بس انا عندي مشوار كمان شويه، فقلت اوريها لكم في السريع. يعني اعمل شير للفيديو ده عشان يوصل للناس، وعشان كمان تشوف مواصفه ما بتجيش مصر. تمام. وعلشان تتفرج على عربيه من الوزن التقيل ومن الحجم التقيل. العربيه دي لو كانت موجوده كانت هتتعب الاوروبيات الصراحه يعني بصراحه كانت هتتعبهم، وكانت المنافسه هتبقى صعبه قوي. الاقدام بيقدم بس. طيب، خلينا كده اوريكم العربيه دي في السريع، واوريكم بتقدم ايه. كيا سورنتو بيت سايز اس يو في، عربيه من الحجم الكبير، 7 مقاعد. تمام. وكمان فيها موتور. العربيه دي نزلت بيه في مصر، يعني نزلت بيه وكيل. يعني العربيه دي موجوده ضمان وكيل، لكن للاسف كنا دخلنا في الازمه والوكيل ما كملش، ما قدرش يدخل اعداد تاني منها، لكن خلاص هي نزلت مصر رسمي وكيل. العربيه اللي معانا دي استيراد. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. وحضرتك بس تقدر تتشرف جوه، تتفضل في المكتب. ايوه اتفضل يا فندم، انا هخلص بس واجي حضرتك. اعمل بس شير عشان اوريك كده. بص بقى يا سيدي، طبعا كالعاده زي ما انا فكرتك، الحجم ده كده، المواصفه دي ما بتنزلش مصر. الحجم ده بتقدر تتحكم فيه من الريموت، بتقدر زي ما وريتكم قبل كده في الكي 5، بتقدر تدور العربيه من هنا وتطلعها قدام او ترجعها ورا من الريموت، يعني كل حاجه. العربيه دي هايبرد، مش مايلد هايبرد، فيها موتور كهرباء مع الموتور البنزين، بيخلي الحجم ده يستهلك من 6 ل 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر. تخيلوا 7 مقاعد وحجم زي ده، يعني ايروديناميكيه طبعا، عربيه عاليه عن الارض وبتاع، والكلام ده مش احسن حاجه في مقاومه الهواء، لكن الحجم ده، الموتور الهايبرد اللي في العربيه دي، الموتور الكهرباء، بيخلي العربيه دي تستهلك 6 لتر او 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر، وده شيء خرافي. زائد ان العربيه دي اكسلريشن افضل من كل منافسيها الاوروبيات اللي كنا بنتكلم عليهم من شويه، من الكودياك مثلا ومن التراكو. العربيه دي الاكسلريشن من 0 ل 100، لان العربيه دي حوالي 228 هورس باور، 1600 تربو، 228 هورس باور. فيها موتور كهرباء بيقدر يمشيها بالكامل لحد سرعات معينه، يعني لحد 60 70 يقدر يمشي بيها. حتى انت لما بتدور العربيه ما بيبقاش ليها صوت، لان الموتور الكهرباء هو اللي بيشتغل. تمام. 350 نيوتن متر، يعني ارقام العزم وارقام كمان الهورس باور اعلى من الاوروبيات. تعال بقى اوريك الباكج اللي في العربيه دي. كمان العربيه دي المساحات فيها ورا في الصف الثالث، في الرول الثالث كده، افضل من الاوروبيات كمان. ينفع يقعد 2 بالغين عادي. تمام. يعني بتاخد 7 بالغين، مش الكراسي اللي ورا يعني. بصوا خامات العربيه وبصوا تقفيل العربيه. دي كيا سورنتو يا جماعه، منافس السانتافي من هايونداي توسان، ومنافس الاوروبيات التراكو والكودياك. العربيه دي لو كانت موجوده اعتقد الكودياك كانت هتبقى في مأزق شديد جدا جدا يعني. العربيه دي استيراد، جايه استيراد، هو صاحبها كان بيعملها عندي في المحميه. القبطان، شركه القبطان هم اللي جايبينها. اللي ادابتيف كروز كنترول، مثبت سرعه ذكي، اللين كيب اسيست، العربيه برضو تقدر تسوق نفسها وسط الحارات ووسط اللينز. كل حاجه تتخيلها في الدنيا. 8 اير باجز. التحكم في الكرسي من اللي قاعد ورا عشان يطلعه قدام او يرجعه عشان يعرف يقعد كويس في الصف الثاني. كل حاجه ممكن تتخيل. تدفئه في الدركسيون هيتد، ممكن تدفي الدركسيون في الشتاء. الكراسي فنتليتد وهيتد، الكراسي تسخين وتبريد، يعني مستوى من الفخامه. هيد اب ديسبلاي، هيدز اب ديسبلاي اهي. تمام. بتظهر كل حاجه هنا قدامك، حتى البلايند سبوت بيظهر قدامك، النقط العاميه بتظهر هنا على الازاز قدامك. مش عارف، مش هتبان قوي بس اهي. هيدز اب ديسبلاي. شنطه كهرباء بالفوت سنسور. يعني كل حاجه ممكن تتخيلها، مستوى من الفخامه لا تتخيله، مع 228 هورس باور، 350 نيوتن متر، وحجم طبعا كبير جدا. سقف طبعا بانوراما بالكامل من الاول للاخر تماما، حتى واصل للصف الاخير.
بص بقى الكوريين لما بيعملوا عربيات، نتمنى بقى يجي لنا المستوى ده ونشوفه. يعني الكراسي اللي ورا كمان هيتد يا جماعه، يعني الكرسي اللي ورا كمان فيه تسخين في الصف الثاني، نفس مستوى خامات الصف الاول، او الباب في الصف الاول نفس مستوى خامات الباب في الصف الثاني. يعني شايفين المستوى، فيشه كامله للشحن، ده غير المخارج العاديه اليو اس بي تايب سي وال 12 فولت. تعالوا اما اوريكم الصف الاخير. الشنطه كهرباء طبعا، مساحات ضخمه جدا وكرسيين حقيقيين. تمام. بص بقى انت لما بتحب كمان، يعني بص بص الدلع، لو عايز تنيم الصف التاني بتعمل ايه؟ كهرباء. شايف؟ بتضغط الزرار بينام كهرباء لوحده. بص عشان مزنوق في التاني المفروض بتدوس الزرارين دول الصف بينام كهرباء لوحده، علشان تديك مساحه تتجاوز ال 2500 لتر، يعني تقدر تشيل عفش جوه. تمام. حاجه صعبه جدا يعني. لا عربيه حلوه الصراحه، لطيفه جدا جدا. دي الكراسي اللي كنا بنتكلم عليها، كراسي الصف الثالث، كراسي حقيقيه. بص كرسي ياخد حد بالغ، مش زي كراسي التراكو والكودياك. وفي مساحات ارجل زي ما انتم شايفين كده، يعني ممكن حد بالغ كمان يقعد في الصفين الاخرانيين. مستوى تاني خالص من الفخامه يعني الصراحه. كل حاجه، حتى التحكم في التكييف والكلام ده. الصف الاخير اللي ورا فتحات يو اس بي تايب سي للصف الاخير. ممتازه ممتازه. الكيا سورنتو الصراحه بتقدم منافسه، ان شاء الله التوكيل يجيبها تاني. والعربيه برضه متاحه استيراد، يعني دي النسخه دي ما بتجيش مصر الصراحه، دي النسخه دي فولي لودد من العربيه. هي جايه استيراد، شركه القبطان هم اللي مستوردينها. دي سعرها ل 2023 مليون 860. ستيل ارخص من الكودياك، ستيل ارخص من الكودياك. ده موديل 2023 الفولي لودد، عربيه مش ناقصها حاجه خالص، بقى مليون 860. غاليه طبعا بس ستيل ارخص من الكودياك. فالعربيه دي لو كانت موجوده وكان موفرها التوكيل مثلا، ولو حتى بباكج اقل شويه، رغم ان انا الصراحه شايف الباكج اللي فيها دي مهوله، باكج يعني كماليات مش موجوده في عربيات عاليه. لو كان التوكيل موفرها مثلا بمليون 600 او مليون 700 حتى، كانت العربيه دي محدش اشترى غيرها لو عايز ميد سايز، او لو عايز عربيه من الحجم المتوسط. وكانت الكودياك هتجد منافسه يعني قاتله وصارخه يعني. بوريها لكم من جوه كده اخر مره. طبعا اللزق الابيض ده كله محطوط، اللزق اللي بيجي على العربيه شال حمايه. لكن بص مستوى العربيه وخاماتها. شكرا، وكان معاكم محمود خليل.